بطارية ايفونك مش بتكمل اليوم، فالحل عندي، تعال مع بعضينا نخش على اعداد بطارية الايفون ونشوف هنظبطها ازاي. بنفتح التليفون وبنروح على حاجة اسمها الاعدادات، من الاعدادات بنروح على حاجة اسمها عام، دي اول حاجة بنوصل عليها. بعد كده بننزل تحت خالص، بندور على حاجة اسمها ايه، تحديثات التطبيقات في الخلفية، بتخليها زي كده. شوف التطبيقات اللي انت عايزها تخليها شغالة، واللي مش عايزها تطفيها، او ممكن تاخد سكرين شوت للتطبيقات دي وتخليها زيها عادي، بس كل واحد بتبقى على حسب الاستخدام. هو تنزل بتكون تطبيقات كثيرة بتفعل اللي انت عايزه، واللي انت مش عايزه بتفعل وجه، تطلع تاني الصفحة الرئيسية، تروح على حاجة اسمها تسهيلات الاستخدام. من تسهيلات الاستخدام بتنزل تحت خالص، بتدور على حاجة اسمها ايه، تنزل مش هتلاقيها تحت، تطلع فوق تاني هتلاقيها قاعدة فوق باسم ايه، اللي هو شاشة العرض وحجم النص، تدخل عليها. دي بتنزل تحت خالص، هتلاقي اسمها حاجة إضاءة تلقائية، تلاقيها مفعلة تطفيها، عشان انت تخلي الإضاءة مانوال. تخلي الإضاءة تلقائية مش هتنفع معاك خالص، هتخلي تنزل توطي تعلي مش هتنفع خالص معاك. بنروح على حاجة تاني عشان نطفي فلاش ليد للتنبيهات، اللي هو ده بيخليك أصلا يسحب من شحن البطارية بكمية رهيبة، تروح له بتلاقيه مفعل، تطفيه خالص، ما تشغلوش. الثلاث اختيارات دول تطفيه خالص، بيسحب من شحن البطارية جدا. ترجع تاني للصفحة الرئيسية، بتروح على حاجة بعد كده اسمها ايه، شاشة العرض والإضاءة. بيكون المنظر ده عنديك بيكون فاتح، انت تخليه داكن، عشان كل مكان داكن بيخلي سحب البكسلات للبطارية بيكون أبطأ وبيحسن من استخدام البطارية. بتطلع فوق في نفس الصفحة دي هتلاقي حاجة اسمها ايه، اللي هو رفع للتنبيه، تخليها مطفية مش مفعلة، تلاقيها مفعلة عندك تطفيها. دي كل ما تمسك التليفون مش هيخليه يتفاعل معك، انت تفاعل بنفسك، تدوس على الشاشة تلاقي ان الشاشة نورت، مش كل ما تمسكه يقعد يفتح. ونروح لأهم حاجة وهي الإشعارات. الإشعارات هتكون عندك كده عادي، تروح على مثلا تطبيق زي أنا أخش استوديو يوتيوب دلوقتي، ما تطفاش خالص، خليها مفعلة، أكيد أنت محتاج الإشعارات من أي تطبيق. هيكون عندك المنظر ده الثلاثة متفاعلين، اطفي الاختيار الأول ده اللي هو شاشة القفل، الإشعارات ما تظهرش على شاشة القفل. أنت ونايم تقعد الشاشة تطفي وتنور تطفي وتنور، بتسحب من البطارية بكمية رهيبة، ما بقولكاش بتسحب في الدقيقة، ممكن تسحب لها 20% أنت ونايم عادي. بس كده رحنا للإشعارات. بعد كده نروح على حاجة اسمها الأصوات والحس اللمسي، تنزل تحت لحد ما تروح لاستجابة لوحة المفاتيح، تلاقيهم التنين متفاعلين عندك زي كده. أنت عايز تفعل الصوت تمام، بس أهم حاجة تدخل الحس اللمسي، أما من فعل الصوت عندي زي كده. بعد ما نفعل الصوت هنرجع تاني للصفحة الرئيسية للإعدادات، نروح على حاجة اسمها إيه، اللي هو البطارية فوق تاني، نرجع للبطارية، بس هي دلوقتي عشان في حاجة. بعد ما رجعنا فوق تاني خش على البطارية، هاي اسمها شحن هنا، تخش عليه بقى كده تلاقيه مفعل عند 100%. لا اسحب الشريط ده خليه لحد 80%، وده هيوفر معك شحن بطارية جدا، لازم تشحن بطاريتك لحد 80% فقط. بس كده. وهنروح لأهم تركات في الآخر للصفحة الرئيسية، تدوس دوسة مطولة كده، تروح عند تعديل، تروح عند تخصيص، هتلاقيه على المنظر ده معك على فاتح، انت تخليه ذاكر ونشوف هنظبطها ازاي. بس كده بعد ما ظبطنا الاعدادات مع بعضينا، لو حسيت انك استفدت من الفيديو ظبط الاعدادات بتاعت البطاريه، ان شاء الله البطاريه مع الاستخدام وضبط الاعدادات دي هتكمل معاكم اليومين مستريح. بس لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك، عشان ده بيشجعني اعمل لك فيديوهات من دي كتير. وما تنساش تشارك الفيديو مع صاحبك اللي معاه ايفون عشان يستفيد هو زيك زي ما انت استفدت من الفيديو. واهم حاجه تنزل تعمل لي متابعه تحت عشان اقدر اقدم لك فيديوهات من دي كتير. سلام يا صاحبي.